خبر سار وعاجل من وزارة التعليم السعودي للطلاب بمختلف المراحل الدراسية وفرص استعادة الدرجات المحسومة. خلال الساعات القليلة ينتهي دوام الطلاب والطالبات بالأسبوع السادس من الفصل الدراسي الأول، ليتبقى بذلك 7 أسابيع دراسية فقط على انتهاء الفصل. ومنذ بداية العام الدراسي 1445 ووزارة التعليم السعودية تصدر قرارات هامة وتسعى جاهدا لنجاح العملية التعليمية هذا العام وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للدوام والتحصيل الدراسي. وقد زفت وزارة التعليم خبر سار وعاجل للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، كما أعلنت عن فرصة استعادة الدرجات المحسومة من الطالب. فتابع معنا. أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خبر سار للطلاب بشأن منحهم 8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة كما يلي: يتم منح الطالب 3 درجات عن انضباطه الدراسي وعدم تغيبه عن الدوام خلال الفصل الدراسي دون عذر. كما يتم منح الطالب 3 درجات عند محافظته على الهوية الوطنية واللباس والمظهر العام واحترام قيم الولاء والانتماء. مشاركة الطلاب في الأعمال التوعية داخل المدرسة تؤدي إلى منح الطالب 3 درجات مكتسبة. عند مشاركة الطلاب 3 مشاركات في الإذاعة والأنشطة المدرسية يتم منحه 3 درجات. يمنح الطالب درجتين عند محافظته على ممتلكات المدرسة، ثم يتم منح الطالب درجتين أيضا عند التعاون مع الزملاء والمعلمين وإدارة المدرسة. التحاق الطالب ببرامج ودورات في مجال التطور الشخصي، برنامجين أو دورتين على الأقل، يؤدي إلى منح الدرجتين.